السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. اتسلى عليا بلاش ملاش ولا تانية بغيابه، حسيت بمحبة الحب وقلبي بضاغ وارتاح لقلبه. فيديو جديد النهاردة جايلكوا بالحلقة التانية أو الفيديو التاني من سلسلة ازاي. لو حد اتفرج على الفيديو الأولاني هتفهموا إن هو بيتكلم عن الحاجات اللي بنشوفها وبنقول عليها ازاي أو ما دماغنا بتستوعبهاش، بس بنمنطقها يعني بنخليها تمام. بس انا حبيت بصراحه اعدل فيها، بدل ما اخليها اللي هو امنطقها وبتاع، هو همنطقها وكل حاجه، بس هقول هو ده بيحصل ليه بجد بقى ليه، لان في حاجات كتير من اللي انا هقولها او من اللي انا قلتها بتحصل في الحقيقه ومنتشره بشكل كبير جدا. فحبيت يعني يكون ليها يعني ليها فايده، ما يبقاش موضوع عبثي وخلاص. نروح لأول سؤال، وهو ازاي حد يتعب وما يلاقيش تعبه او ما يلاقيش حق المجهود اللي هو عمله او الحاجة اللي هو بذل فيها مجهود دي. طبعا هو عادي. اول حاجة طبعا يعني عادي جدا ان تتعب يا صاحبي وتذاكر او تشتغل على نفسك او تاخد وقت في شغل معين وفي الاخر ما تلاقيش الناتج اللي انت عايزه. عادي جدا. لو هنيجي بمنطقه بقى، تعب ان انت تعبته ده هو ما راحش على الفاضي، هو مش اختفى، بس الفكرة ان الانسان بطبعه هو عجول، عايز النتيجة بعد ما يخلص السعي على طول. بس هي للاسف ما بتمشيش كده. كانش حد اتعظ، ما كانش الدنيا دي فضلت مكمله. الفكره بس ان هي ربنا ماشيه بمقادير. انت مش هتاخد حق تعبك دلوقتي، بس هتاخده بعدين. مش لازما كمان سنه كمان سنتين، ممكن يكون كمان 10 سنين، ممكن كمان يوم، ممكن ما يجيلكش في الصوره اللي انت عايزها اصلا. يعني هو ممكن يجيلك في صوره تانية، بدل ما يجيلك مثلا يعني انت بتتعب في مذاكره علشان تلاقي نتيجه كويسه عشان تخش كليه معينه لو انت في ثالثه ثانوي يعني، فما جاتلكش النتيجة اللي انت عايزها. مش معنى كده ان انت مثلا علشان تعبت وذاكرت فما جاتلكش النتيجة فانت كده اتظلمت. انا رأيي بصراحة ان مفيش ظلم في الدنيا اصلا، حقك هتاخده سواء في الدنيا او في الاخرة. فانت هتقول لي انا هقعد افحت نفسي في الدنيا وفي الاخره اخد حقي في الاخره. ما هو انا جاي لك بجمله برضو ان ربنا ما بيضيعش حق حد في الدنيا، بيديهوله بشكل ما سواء مباشر او غير مباشر. يعني انت والله تعبت في المذاكره وما جبتش الدرجه، انت تعبت اوريدي وربنا اعلم بده، هيجيبها لك في حاجة تانية. اعرف ان ربنا حودك عن المسار ده علشان حاجة معينة انت ما تعرفهاش او مش مدركها، بس ربنا اعلم بيها عنك. يعني انت لو كملت في المسار اللي انت عايزه ده كان ممكن يحصل لك بلاوي زرقاء كبيرة جدا. مش بهون عليك طبعا، بس ده الواقع يعني، ده المفروض انت تتقبله في دماغك يعني، مش كلام وخلاص. انت تعبت ما تقوليش انا تعبت المفروض اجيب درجة، مش لازما، عادي. ممكن تتعب وتذاكر وتعمل وما تجيبش درجة. كذلك انت ممكن تتعب في الشغل وتدور على ترقية او تدور ان انت تعلى بمنصب معين وفي الاخر تلاقي نفسك اترفدت اصلا. يعني كذلك برضو ان ربنا بيبعدها عنك علشان تزدهر في حاجة تانية، هو هتبقى احلى ليك ومش هيبقى فيها ضرر ليك. لو كلنا مع ربنا والله هيروح همنا وهنهدى ويرتاح قلبنا وتلاقي الهم اتشال. تاني سؤال، وهو ازاي البلوجرز والفلونسرز بيخشوا التمثيل عامة؟ ليه اللي في كليات اعلام معهد فن مسرحي او ايا كان يعني ياخدها بالدراسه وبعدين يطلع يمثل على طول؟ ليه اغلبيه دلوقتي الممثلين او من زمان عامه اللي بياخدوا البلوجرز او المودلز؟ اول حاجه هو عادي طبعا، فيها ايه لما تلاقي بلوجرز عمل مسلسل بطولته هو وشويه بلوجرز تانيين والمسلسل طلع ترند ونجح وجاب ملايين، وواحد بقاله 4 سنين في كليه اعلام وفي الاخر قاعد في البيت عادي يعني. انا ما اعرفش بصراحه علشان ما حدش يتريق عليا هي كليه اعلام اللي بتطلع ممثلين ولا لا، بس هي حاجه في النطاق ده عادي عادي يعني. فيها ايه يعني لما ده يتعب 4 سنين وده ياخدها كده من فيديوهين على التيك توك؟ يعني ايه اللي فيها؟ لو جينا بقى المنطقه صاحبي ونبص لها من ناحيه يعني ايه واقعيه شويه، هو طبعا الواقع دايما بيفشخ اي حد، بس لو جينا بصينا لها هنلاقي ان دايما المسلسل او الفيلم معمول لغرض مادي، مش لغرض ان هو يوصل رساله. وما يجيش حد يهاجمني لان هو لان كل المسلسلات طالعه بتتكلم عن الترندات، بس بتتكلم عن حاجه تخص الشباب دلوقتي، لان عارفين الجهه دي هي اللي بقت اكتر جهه ان هي بتزود مشاهدات، فلجأوا ان هم ينزلوا لقطات من المسلسلات او الافلام على السوشيال ميديا ويعملوا لها اعلان على السوشيال ميديا. معنى كده ان الغرض مادي. تقول لي طب ما هو كلنا بنشتغل عشان نعمل حاجه ماديه، ايه العبط ده؟ ما هو لازم يا اسطى. مش ده اللي جاي اقوله لك. انا ما بقولكش ان هم وحشين او ما بقولكش ان هم يعني فيهم حاجه غلط، هو بالعكس عادي، كلنا بنشتغل عشان ناخد فلوس.
بس الفكرة ان الغرض لما بيبقى بحت مادي بيظهر فيه بقى الخلل او الثغرات دي، ان يبقى بيروح الناس اللي ملهمش دعوة بالمجال بيخشوا في مجال ده. ليه؟ علشان هو المخرج عايز المسلسل بتاعي يجيب ايرادات، فانا هجيب حد هو اوريدي بيجيب مشاهدات على ارض الواقع وانا مجربه، مش في مسلسلات، في فيديوهات، فانا هجيبه يعمل عندي مسلسل او فيلم يجيب مشاهدات. فهو ده اللي بيحصل، ان ممكن كمان موديل مشهور او طلع في مجلة مشهورة هيجذب فئة معينة مثلا زي البنات، او لو بنت هيبقى يجذب فئة معينة من الرجالة، فتمام انا هاخده اعمل بيه مسلسل او فيلم، وهيبقى هو الشخصية الرئيسية او تاني شخصية رئيسية. المهم ان هو هيبقى عليه المحور يعني بتاع المسلسل. يبقى المخرج محتاج المسلسل بتاعه والفيلم بتاعه يتشاف، يجيب من وراه فلوس، فيضطر ان هو يعمل كده. وده طبعا ابسط مثال او ابسط شرح للموضوع. يا كده عايزك تتهيأ بص حشرة هلعبك عشرة. ممكن ناس تانية تحللها ان هو بيجيبوا ناس مشهورة جدا او تعللهم الايرادات بتاعت المسلسل علشان يوصلوا رسالة بشكل اكبر. براحتك قول زي ما تقول، المهم انت عرفت السبب ايه. لو انت في كلية اعلام عايز تبقى ممثل او تخش الوسط الفني عامة يعني، ما تحطش دماغك في ناحية ازاي، لان زي ما شفنا ناس كتير او ممثلين كتير كانوا بيمثلوا وهم صغيرين او بيمثلوا تمثيل كويس او عادي، بلاش نقول كويس، وجالهم فترة وقعدوا في البيت بسبب حاجة عملوها أو ألفوا حد جهة معينة كبيرة. دي الحياة وده الواقع، لازم تبقى فاهمه. هنا دولة تهب في ذنوبها مهمومة وتعبانة قلوبها، بالتالي هتزيد مشاكلها ولا عمرها كده تنساه. السؤال التالت، ازاي يبقى حد اصغر مني او طفل ويبقى اغنى مني يعني، او يبقى معاه فلوس اكتر مني؟ اكيد جه في دماغ كل واحد فيكم ايا كان ايه الطبقه اللي هو فيها، لان كل طبقه فيه اللي اعلى منها. بقى ماشي في الشارع كده وتلاقي عيل صغير او من سنك راكب عربيه وماشي، وانت ماشي على رجلك عشان تلحق الاتوبيس في الزحمه والقرف والعرق، وتلاقي عيل ماشي جنبك بالعربيه. اول كلمه هتقولها ايه علشان تبرر الموقف ده كله؟ هتقول تلاقي اللي جايبها لك امك. هو تحليلنا علشان نرضي نفسنا من جوه، اللي هو انت ما تعبتش في حاجه في الكلام اللي هو فاهم بيرضي نفسينا ده. بس لو جيت للواقع هو ممكن يكون اشتغل وتعب وعمل وسوى، ما تعلمش السيناريو جه ازاي، وممكن يكون فعلا جايبها له امه. وقت تخدي من القيس عمر طلاق. يكون جايبها له امه دي مش حاجه عيب، ده معناها ان ابوه تعب او امه تعبت في يوم من الايام، او جده تعب، ايا كان حد كان بدايه الموقف ده كله ان حد تعب في العيله واتمرمط وريح اللي بعديه. فانت ليه ما تاخدهاش موعظه وتقول المفروض ابقى البدايه؟ الموقف ده طبقه على اي مثال، يعني انت مثلا واحد غني معاك عربيه وكل حاجه وشايف واحد معاه طياره خاصه، كذلك برضو الموضوع ده بينطبق عليك. ليه ما تقولش ان انا نقطه البدايه؟ ليه ما تقولش ان انا مخلوق علشان المفروض اتعب علشان اريح الناس اللي بعدي؟ هتقول طب ليه اتعب علشان ناس تانية؟ علشان لما تيجي حفيدك يمشي بالعربيه واحد يجي يقول له تلاقي اللي جايبها لك امك، ساعتها هتفهم كويس اللي انا بقوله. انا معرفش هتفهم ايه، بس اكيد هتفهم حاجه كويسه. بس لو جينا جد بصراحة أنا بفكر بالمنطق ده، اللي هو لا، أنا ليه ما أكونش أنا نقطة البداية؟ ليه ما أكونش أنا أتعب؟ أنا كمان هيجيلي فترة وآخد من الحظ الكويس ده أو هدوق من تعبي. مش لازما دلوقتي، مش لازما كمان سنتين أو 10، ممكن يكون على 70 أو على 80، ما عنديش مشكلة. ممكن كمان سنتين، ممكن كمان يوم، الله أعلم، على حسب ما ربنا يكرم. أنا هسعى وربنا اللي يكتبهولي. بس ليه ما كنش أنا نقطة البداية؟ ليه ما كنش أنا سبب ان اجيال من بعد تعيش حلوه، تعيش بحاله اجتماعيه كويسه، تعيش مش متمرمطه، ما تتعبش التعب اللي انا تعبته. نفس الدنيا ترجع سهلة زي قبل كده، ما كانش فيه احلام عشان ما كانش فيه مشكلة، اوقات بتضلم منك وروحك تفادك، مش ذنب اي حد ان الوحدة بتتكلم. نيجي على السؤال التالت، وهو سؤال بصراحه فكرت ان انا اقوله او ما اقولهوش، بس هقوله. زي ممثل بورنو او ممثل افلام اباحيه يعني يبقى محبوب او مشهور اكتر من حد مؤثر او حد كويس بيعمل حاجه كويسه؟ هنقول مثلا النص جنيه ده هو الممثل افلام الاباحيه او ممثل البورنو، والجنيه ده هو الشخص الكويس. ليه ده بيبقى دايما معروف عن ده وبيبقى محبوب عنه، وبيبقى ممكن يكون ناس بتاخده قدوة عن ده، مع ان ده الحلو بتاعه اكتر وبيقدم فايدة اكتر والناس بتستفاد منه اكتر من ده بالعكس، ده انسان قذر، ده حرفيا متجسد في الشيطان. يعني هو ما بيعملش حاجة غير الزنا والفسوق والعهر، وكمان بيجهر بده وبياخد من وراه فلوس، فالموضوع كله حرام في حرام. فليه ممكن ده يحصل؟ دماغنا دايما محطوطة في نمط راجل ما يعيبوش غير ايه، يقول لك ما يعيبوش غير جيبه، يقول له لا راجل ما يعيبوش حاجة غير حمادة. لا يا صاحبي مش حمادة، افهم يا اسطى. وانا احب وانا اموت في
مش قصدي انا قصدي الحلو اللي انا دقته وعجبني في اول يوم شفته. انت كراجل بتتقاس باعمالك وبنجاحك وانت قدمت ايه للمجتمع، فدي قيمتك. لكن مش قيمتك بده. ما تزعلش مني لو بده في ناس كتير احسن منك، في حيوانات كتير احسن منك في ده، فمعنى كده ما تزعلش مني يبقى الحصان او الحمار واخد قيمه احسن منك. ده من ناحيه الرجاله. كذلك الستات برضو بتاخد معايير الجمال الحلوه هي اللي دايما بيبقى عليها نظر. ملفت بجدارة وبتاخد نظرات جبارة وجمالها بتستغله في معاملاتها مع الناس. بس بالعكس هو مش كده. البنت برضو هي قدمت ايه للمجتمع. تقول لي طب ما انت الفيديو اللي فات بتقول الستات ما تشتغلش. انا ما قلتش كده الفيديو اللي فات عشان ما حدش يجي لي هجوم. انا قلت الستات ليها شغل معين. الست ما بتتقاس بجمالها عشان تبقى عارفه. واحده وحشه واحده حلوه والاتنين اخلاقهم حلوه، واحد جه يتجوز هيتجوز مين فيهم؟ هقول لك اللي هيتجوز الحلوه، تمام ما قلناش حاجه، بس هل الحلوه هتقبله ولا لا؟ لان زي ما الراجل ليه مواصفات في الست فالست ليها مواصفات في الراجل، ما بتمشيش سبهلله كده. فلو لقيت واحده حلوه اتجوزت واحد وحش فما تجيش تحط في دماغك ان ازاي وده ظلم وعدم تناسق وبتاع، بس هي ما بتمشيش كده. ما دام هو راح يتقدم وهي وافقت خلاص انت بره عنك. واحنا بقينا كتار قوي يعني الاوبشنات كترت. ما تقولش واحده مثلا جمالها مش هقول لك وحش علشان ما فيش حد وحش، خلقة ربنا كلها كويسه، بس جمالها متواضع او عاديه او شكلها ممل. في التقييم هل هي تحت في اللو كواليتي فاليو بتاعها قليل ولا ايه الدنيا؟ لا يا صاحبي، هي كويسه وتمام، هي مغيرتش حاجه في خلقة ربنا وهي تمام مخلوقه كده وشغاله على اخلاقها ومحترمه تمام. هيجي لها الشخص نفس الموال كده وممكن يبقى جميل جدا ومحترم جدا وبص يعني مش ناقصه حاجه وراح تقدم لها. ما فهي ما بتتقاس بالحاجات دي، لان البشر اذواق بغض النظر عن مقاييس الجمال اللي احنا حاطينها في دماغنا. فالخلاصه يعني ان الشخص ده بيبقى ظاهر منه الحاجات اللي احنا دايما بنقيم نفسنا بيها، اللي هو القدرات الجنسيه، القدرات الجسديه، الشكل الظاهري من بره. لكن ده بيظهر الحاجات اللي من جوانا اللي فينا كلنا اصلا. فدي حاجه عاديه ممكن اي حد يبقى عنده، اللي هو مثلا ممكن يبقى حد محترم فممكن تلاقي اي حد محترم، ممكن يبقى واحد عنده اخلاق فممكن يبقى اي حد عنده اخلاق. فدي حاجه موجوده في الكل ممكن اي حد يغيرها، سهل ان هو يغيرها. فبيلجوش للطريقه السهله فبيركنوا ده على جنب، بيسمعوا فيها قليله ويجوا للشخص اللي هو فيه حاجات الظاهريه فبيلجأوا لده. الحاجه الصعبه بالنسبه لهم ان انا انزل جيم واعمل فورمه واعمل جسم واهتم بنفسي واعمل شكل واهتم بحماده تحت الرجاله. ومن ناحيه الستات برضو اذا كانت هتاخد كورتيزون هتهتم بنفسها او هتعالج نفسها حتى لو بالسيليكون هتعمل ده لاجل ان هي توصل للناس اللي هي بتشوفها في الفئه الوسخه دي. مش كله طبعا بيبقى كده، بس انا بتكلم في اغلب الدنيا دلوقتي. هتقول لي انت قيمت اغلب الناس على ايه؟ هقول لك اللي بسمعه في الشارع او بسمعه على السوشيال ميديا. ما بلاش نكدب على بعض، الناس كلها بقت متفتحه من الناحيه دي. انت عارف كويس ان هو اتعرض بشكل ما للحاجه دي. ممكن ما يبقاش ممثل اصلا كده، ممكن يبقى ممثل عادي بطل فيلم بس هو سكير اصلا في الحقيقه وعربيد وبتاع نسوان وشغلانه زرقاء ومطلق مراته مش عايز يديها النفقه. انت فاهم ازاي؟ بس هو واخد شيب في المسلسلات او واخد شكل معين ان هو البنات كلها بتحبه ما اعرفش ايه. فهو في الواقع البنات حبته على اساس الصوره دي، لكن هو في الواقع خرا، هو في الواقع زفت. انت فاهم ازاي؟ كذلك البنت برضو، البنات اللي الرجاله بتجري وراها ما اعرفش ايه، في الواقع ما تزعلش مني استغفر الله ممكن تكون شمال، ممكن تكون كذا حاجه فيها عيب. عرفتوا ليه الشخصيات السيئه او الشخصيات اللي شكلها حلو بس هي في الحقيقه عندها صفات وحشه؟ عرفتوا ليه بتتاخد قدوه اكتر من الانسان اللي بيقدم هدف معين او رساله معينه، زي مثلا رجل دين او رجل علم ايا كان بقى. النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. ازاي الهلس دايما بيبقى ليه قيمه عن الحاجات المفيده؟ طبعا السؤال ده مشتق من السؤال اللي فات، بس لو جينا بصيت لها يعني هو عادي برضه. يعني فيها ايه يعني لما الهلس والفيديوهات اللي ملهاش 60 لازمه نتفرج عليها ونضيع وقت فيها ونشهر الناس دي وتاخد فلوس كتير قوي 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 ويعملوا حاجات كتير قوي قوي، في الاخر احنا نرجع نحقد عليهم والشهاده برومها ونحطها ونيجي على الفيديوهات المفيده فشخ كلها بحوث علميه وواحد تعب من وراها وما اعرفش ايه، ونيجي انطر قبل كاش ونكبر دماغنا.
سهل جدا ان احنا نقول كل ده، بس نيجي لمنطقة ونبص للواقع هي ازاي الميكانيزم ده بيمشي ازاي. يعني مارك يهودي وهو حكم في الخوارزميات بيشهر التافه وبينزل الناجح، هو اللي بيساعد على نشر الماسونية والحاجات المجنونة دي اللي معرفش الناس مصدقة بيها بقالهم فترة كبيرة جدا. بس ده طبعا مندرج تحت قسم ان الناس بتحب تعلق فشلها على شماعة معينة، اللي هو انا دلوقتي واحد شهرت بني ادم. انت شهرت بني ادم ازاي؟ انك انت عملت له فولو، عملت له لايك، اتفرجت على الفيديو من غير ما تعمل اي حاجه، فانت كده بتشهره. فمعنى كده انك انت سبب في نجاحه ده او في ان هو يوصل للشهره دي. هو ازاي وصل لده؟ هو ليه واحنا بنتعب وهما ما بيتعبوش؟ انت كنت سبب في ده. ما تلومش الشخص ده او ما تلومش المنظومه كلها، لان انت السبب في ده. فبكل بساطة مش عايز المنظومة دي تحصل، ما تتفرجش على الوحش وتتفرج على الحلو. بس سهلة جدا يعني. اتفرجت مرة على فيديو مثلا يعني لواحدة او لواحد معين، وشايف ان فيديوهاته هلس او ملهاش لازمة، متتفرجش تاني. شايف فيديوهاتي انا مثلا كمصطفى ملهاش لازمة، متتفرجش تاني. خلاص، هو مرة واحدة. الانسان ما بيتغيرش، ولو اتغير هيوصل لك خبر بطريقه ما في بوست معين ان الشخص ده اتغير. فزي ما قلت لك ما تبقاش انت جزء من المنظومه دي. لو جينا بقى نبص لها من ناحيه العقليه، هو ليه الانسان اصلا ممكن يلاقي فيديو هلس ملوش لازمه ويتفرج عليه ويكمله للاخر؟ طب ما ممكن يسكبه. هو ليه اصلا دماغه بتزق ان هو يكمل للاخر؟ عامة حياتنا بتبقى ماشية بجدية معينة، اللي هو شغل كله جد، كله ضغط، ماديات ومشاكل بنمر بيها، غلو الاسعار، معرفش ايه، مشاكل في الشارع وفي البيت. فكلها حاجات جد لدرجة ان انت الجزء التافه عندك بيبقى قليل، او خلينا نتكلم بشكل اوضح، كمية تعرضك للتفاهة او للهلس بتبقى قليلة جدا في يومك. انت لما بتشوفها على السوشيال ميديا بتبقى عايز تشوفها لان انت فاقد الشيء ده. دورك انت ما تسالش السؤال ده، ما تقولش ازاي الفيديوهات الهلس بتشتهر، وما تاخدش المنطق ده في دماغك وتطبقه في حياتك ان الهلس هو اللي بيشتهر والناجح ما بيتشهرش. انت بايدك تشهر الناجح. على فكره لو هنضرب مثل زي فيديوهات سامح حسين اللي طلعت ترند الفتره اللي فاتت ما شاء الله يعني، وواحد تاني اسمه محمود الخميسي، ده كان ممثل برضه زي سامح حسين واشتهر ان هو بيقدم عن الحضاره المصريه، بيقول معلومات عن الحضاره المصريه. المهم يعني شخصين بيقدموا حاجه مفيده، اشتهروا اهو، طلعوا ترند وتمام، وان شاء الله يعني يكون فيها نجاح ويستمر النجاح والترند ده لقدام، ما يكونش فتره وخلاص. يعني زي ما قلت لكم المفيد عادي انت تشهره بايدك والله، بس انت ما تقولش ازاي ومش ازاي، وتاخد ده تفكير في دماغك تقول لي الشهاده هتحطها فين، تروح تقدمها في شركه محترمه تشتغل فيها تجيب لك مرتب حلو، او تروح تعمل بيها مشروع جامد نيك تجيب منه فلوس جامده نيك توديك في حته جامده نيك. بس انت اللي حاطط دماغك في الطينه، مش عايز تخرج من الدايره اللي انت فيها. هتقول لي هعمل ايه بالشهاده؟ هتديك معلومات يا اسطى، انت 4 سنين بتدرس بتتفحت فيهم، بتجيلك معلومات انت لو في الواقع مش هيديها لك بالسهوله دي. فبلاش تحسبها كده، بلاش تحسبها ان ما بيشرحوش، الدنيا بتمشي بالفلوس، ده ما اعرفش ايه، وتيجي بعد ما تخلص دراسه تبقى عاطل قاعد في البيت، تفتح السوشيال ميديا تلاقي ناس ملهاش لازمه بتقدم فيديوهات، فانت تتفرج عليهم تعمل لهم رياكتات، وفي الاخر تقول شوف الهلس وانا دلوقتي قاعد في البيت ومش لاقي شغلانه، تقعد تعيط زي العاجز. يا اسطى قوم انفض التراب من عليك بجد يعني، وبطل عبط وبطل الحاجات دي كلها. انت في ايدك تعمل كل حاجه، بس انت اللي محجم دماغك في حته معينه وحاطط دماغك وسط ناس كتير قوي حاطين دماغهم في نفس المكان، مش عايز تخرج نفسك من الدايره دي. شفت فيديو هلس اقلبه. طب اتحسب مشاهده يا مصطفى، يا عم مش مشكله، هو هتحسب مشاهده بس مش هيجيب له فلوس. هو يعني هو بيتحاسبوا على مده المشاهده مش عدد المشاهدات، يعني ما تحسبش عدد المشاهدات عشان تبقى عارف يعني مده المشاهده، انت فاهم ازاي؟ فانت شفت الفيديو اقلبه خلاص، عدى الموضوع سهل بسيط فشخ. كل واحد هياخد حقه، والحلو هيشتهر والوحش مش هيشتهر، وعصافير في كل حته، والدنيا هتبقى تمام. بس كده، ده كان فيديو النهارده، معلش طولت عليكم. متنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب، اعملوا تابع على انستا عشان احبكم فشخ. خشوا خدك لفه، مش عارف تاخد لفه في ايه لحد دلوقتي بصراحه يعني. انا ما بعملش اعلانات لحد، ما بنزلش تقارير صحفيه او حاجه مهمه، ما بنزلش غير صوري بس. خش اعمل لي متابعه على انستا، هسيبها لك في البايو، ان شاء الله اعرف احطها في البايو المره دي عشان بقالي فيديوهين مش عارف احطها في البايو. فبس كده، معلش طولت عليكم والسلام عليكم. لو كلنا مع ربنا والله هيروح همنا، وهنهدى ويرتاح قلبنا وتلاقي الهم اتشال. لو كلنا مع ربنا والله هيروح همنا، وهنهدى ويرتاح قلبنا وتلاقي الهم اتشال.
هنا دولة تهت في ذنوبها، مهمومة وتعبانة قلوبها، بالتالي هتزيد مشاكلها